يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي كتير ما نزلتش فيديوز، فحبيت النهارده كده نطلع نتكلم مع بعض شويه. واقول لكم على موقف حصل معايا. من يومين كنت في القاهره، وكنت في السراج مول. آه، كنت رايحه اصلح لاب، يعني اللاب بتاعي كان فيه مشكله، فكنت رايحه اصلحه هناك. وبعدين اول ما رحت السراج مول، عايزه اقول لكم ان انا قعدت يعني شويه كده مبتسمه ومش عايزه اضحك في الشارع يعني، بس افتكرت موقف يمكن حصل من I guess اكتر، مش من 10 سنين، يعني يمكن 15 سنه. 15 سنه او 14 سنه، يعني سنه 2010 يمكن او 2011، حاجه زي كده. آم، كنت في اولى كليه. تمام. وما كنا بقى في الكليه، طبعا كنت انا في كليه لغات وترجمه، فطبعا من الحاجات اللي كنا بنعملها، واي طالب في كليه لغات وترجمه او ألسن بيعملها، انت بتحب ان انت تتكلم مع اجانب وتتعرف على اجانب علشان تقوي اللغه وكده. فبالفعل كان في بعض الاجانب اللي احنا عارفينهم وكانوا مسلمين، فاحنا كنا بنحب ان احنا يعني من وقت للتاني ممكن نخرج مع بعض او نتناقش في حاجه، نقعد في مكان مثلا ناكل حاجه ونقعد نتناقش في بعض التوبكس وحاجات زي كده. فكان في حد اسمه مستر موسى. هو كان مسلم ومن امريكا. فمستر موسى احنا كنا بنقابله، ويمكن كنت انا لسه هقابله اول مره. كنا احنا مجموعه مع بعض يعني، وكنا رايحين هنتقابل في السراج مول او جنب السراج مول. فالمهم احنا بنطقه اللي هو السراج مول، يعني عادي السراج مول. فانا بكلمه في التليفون وعماله اقول له ان انا مستنيه في السراج مول. فهو بيقول لي ان هو برضو في السراج مول، بس هو ما نطقهاش السراج مول. هو قال ايه بقى؟ هو قال سراج مال. مال. يمكن دي كانت اول مره اسمع كلمه مول ان هي مال، اللي هو بالنطق الامريكان. تمام. لان طبعا انا كنت متخرجه من مدرسه حكومي عادي، كنت في ثانوي ازهر، وكنت عادي يعني اللي هو النطق العادي، ولسه بقى بنتدرب ان احنا نسمع بريتش وامريكان والاكسنس المختلفه والكلام ده كله. فطبعا قعدنا شويه بحاول استوعب الراجل بيقول ايه، لحد ما في الاخر فهمت ان سراج مال هي السراج مول. يعني طبعا كانت صدمه، قعدت كلنا قعدنا نضحك على الموضوع ده، محدش فاهم اصلا هو الراجل بيقول ايه يعني. بس يعني الحمد لله، يعني عايزه اقول لكم من الموقف ده يعني ما تيأسوش يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا دلوقتي وبقينا بنفهم وبقينا بنتكلم بالامريكان اكسنت وكل حاجه. فما تيأسوش يعني. و have a nice day. Bye.